أقبل قمر كبعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل. جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير السفوف او سلو، كل واحد كيفاش كيسميه. ولكن قبل بغيت نشارك معكم هاد المعينات ديال الفخار اللي خديت ان شاء الله لرمضان. خديت الطبسيل كبير بالطبيصله ديالو 6، خديت 6 ديال الزلافات، وخديت 6 ديال الكويسات. الطبسيل الكبير خديته هو طبيصلاته ب100 درهم، زلافات خديتهم ب10 دراهم الوحده، والكويسات هما خديتهم ب10 دراهم الوحده. بالنسبه لا سوبيير انا عندي وحده في البيض غادي نمشيها معاهم، غادي تجيني الحطه زوينه. ترقبوا الفيديوهات ان شاء الله اللي جايين كلهم غادي يكونوا زوينين. اشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركاتش، وفعلوا الجرس باش توصلوا الجديد. نتوما على قناه ملتقى الرائعات. عندي هنايا اللوز كما شفتوا، انا راني طحنته غير في الدار، طحنته مزيان وهو سخون حتى ولا لي على هذا الشكل هذا. هذا كاوكاو حتى هو كما شفتوا انا طحنته غير في الدار حتى ولا على هذا الشكل. كما شفتوا هاد المكونات اللي حطيت كاملين انا محمراهم وحمرتهم مزيان غير في المقله هكذا باش يكون الصفوف ديالي صحي شيئا ما واخا فيه الفرص. وطحنتهم وهما باقيين سخانين حتى تلقوا لي الزيوت ديالهم كما كتشوفوا. خرجوا الزيوت اللي فيهم كاملين، عطيتهم الوقت. انا كنزيد دابا الزنجلان حتى هو درت له نفس الطريقه بعد ما تغسل وتحمر وخدا وقته مزيان في التحمار حتى تقرمل. طحنته هو باقي دافي هكذا باش تلقى لي الزيت ديالو. بالنسبه لشنو درت انا في السفوف ديالي، ما غاديش نشكر لكم، جا زوين وبنين حلاوته هي هذيك وكلشي فيه مقاد. درت كيلو ديال اللوز حمرته وطحنته، كيلو ديال الكاوكاو حمرته وطحنته، كيلو ديال الزنجلان حمرته وطحنته. هنايا درت 4 ديال المعالق ديال زريعه الكتان، 2 معالق كبار ديال القرفه، درت 2 معالق كبار ديال حبه حلاوه مطحونه، 2 معالق كبار ديال النافع حتى هو مطحون، ودرت كيلو ديال الطحين محمر. مع هاد المكونات هكذا باش كيجينا سلو ديالنا شابع لقامه وباين فيه كلشي. زدت هنايا معلقه كبيره ديال المسكه الحره اللي طحنتها مع السكر كلاصي، غير بعض الحبات مع السكر كلاصي وخديت منهم معلقه كبيره. درت هنايا جمعته، هنايا زدت معاه 4 كاس ديال الزبده نوازيت اللي بقيت كنحركها حتى مشات منها البيوضه ديال الحليب وضفتها معاهم. اما الباقي باش تجمع ليا سلو ديالي غير بالزيوت الطبيعيه ديال المكونات اللي فيه. بالنسبه للسكر انا درت 6 ولا 7 ديال المعالق كبار ديال السكر كلاصي هكذا باش ما جانيش داك المذاق حلو كيقهم. جا المذاق ديالو معتدل وزوين. بالنسبه لزريعه الكتان كاين اللي كيخاف منها ما كيديرهاش في السفوف، ولكن راه ما كيجيش المذاق ديالها نهائيا باين، وبالعكس كتزيدوا تخليو داك السلو ديالكم يكون غني بالمنافع. راه المنافع ديالها عديده ومتعدده، يمكن لكم تقلبوا عليها سوغ انترنت.
كما شفتوا معايا من بعد ما خلطت انا هذاك المكونات ديالي خلطتهم بيديا مزيان، من بعد درتهم في العجانه واستعملت داك الراس اللي شفتوا معايا كتبقى كتعجنهم هكذا باش كيطلقوا دوك الزيوت كاملين كيبانوا في السلو ديالكم وكيتجمع منه لراسو. من بعد ما عجنته كامل خليت واحد شويه، زدت معاه هذاك اللوز اللي مهرمش مع الزنجلان اللي صايل، زدتهم معاه وطحنتهم ودرت قبيصه الملحه اللي انا نسيتها في الاول. ضروري ديروا الملحه كتعدل لكم المذاق ديال السفوف. كما شفتوا معايا راه طلق الزيوت ديالو كاملين. من بعد غادي ندخل فيه هذوك المكونات الاخيره اللي زدت ندخلو فيه كامل بحال هذا الشكل هذا وصافي. وهنايا كان العشيه بعد ما جبت وليداتي من المدرسه كما شفتوا. دزت شويه للعروبيه وجيت لقيت السلو ديالي زاد طلق الزيوت ديالو كما شفتوا. بغيت نحطو ليهم هكذا مع وليداتي. عرفتي ديك الايام اللي كنت كنوجد فيها هذاك اللوز وداك الشيء وكيشموا ديك الريحه وفرحانين كيتسناو امتى غادي نسالي هذاك السلو كيعجبهم. وحتى دوك الاجواء اللي كيكونوا في الدار ديال التوجار وداك الشيء حتى هما كيعجبوهم كما كنا حتى حنا صغارين كيعجبونا دوك الاجواء وكنحسوا برمضان قرب فرحانين حتى هما. ايوا قلت نزوق ليهم واحد الطبيله ونحط ليهم سلو اللي تقريبا اسبوع هما كيتسناوه. قدمته مع اتاي شويه ديال لي سيجار هادشي غير خديتو شويه ديال الشباكيه وهكا قديت لهم واحد الطبيله متيوله زويونه وجلسوا خداو الكوته ديالهم بسلو. سير عمران ني بغيت نشارك معكم غير هاد الفكره. الا شي نهار تسالى لكم الجمر وكنتم من المحبين ديال البخور بحالي هنايا هاد المبخره كديروا فيها الشميعه من التحت وكتحطوا هذيك الشبيكه ديال المبخره من الفوق صافي وكتحطوا البخور ديالكم راه كيبدا يتحرق بطريقه بطيئه كيطلق الرويحه كتبقى مده وهي كتطلق وما كيتحرقش دغيا وما كيطلقش الريحه ديال الحرق ديال البخور اللي كنعرفوا كاملين كتكون في الاخير ديال الاحتراق. أقبل قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحب. أقبل قمرك بعد غياب للجنة
فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. والتعليكه ديال السلو ديالي راه باينه، غير جربوه بهذه الطريقه البنات المبتدئات. الا كنتو كتفرجوا فيا هذه الطريقه ما غاديش تندموا عليها. كما شفتوا جا معلق غير بالزيوت الطبيعيه ديالو، وقدمت الطبيله ديالي متيوله بالمعنات جداد اللي شريت. يعجبني كما ناخذ المعنات جداد نفرح بهم انا الاولى ونحطهم لوليداتي. أقبل قمرك بعد غياب للجنة فتحت أبواب بهجة قلبي صفى روحي رحمة ربي بدون حساب مرحب مرحب يا رمضان بقدومك تحلو الأيام ويطيب لنا فيه القرب بوصل وحتى الأهل لهنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. اشتركوا كما قلت لكم، دعموا القناه الا كنتو كتشوفوها انها تستحق. خليتكم على خير وبسلامه عليكم.